الأسئلة الكتابية، يعني ما قول من تقول جسمي وأنا حرة فيما أرتديه ما دمت لا أمس بحرية الآخر، وإن كان ضرر على الآخر فهو من عليه أن يغض بصره. أيه صحيح، هو من عليه أن يغض بصره. هذه احنا متفقين عليها 100%. اللي ما متفقينش عليه هو داك الشيء اللي سبق، حيث هو عليه أن يغض بصره بأش من مرجعية. كنعاود نرجعوا لنفس النقطة ديال المرجعية. إلا كنا غنطلقوا من المرجعية ديال كلنا نديروا داك الشيء اللي بغيناه، راه حتى هذيك أن يغض بصره غنقول لك ما عندكش الحق تفرضها عليه. حيت المرجعية اللي غتخليك تقولي أنا لبست داك الشيء اللي بغيت، نفس المرجعية غتخليه يقول نشوف فين ما بغيت. فعلاش انت تلبسي اللي بغيتي وانا ما نشوفش فين ما بغيت؟ لا، راح انت كتلحق بيا واحد الضرر نفسي، هذا كيتسمى تحرش الى اخره. لا، الضرر اللي كتلحقي بيا الشريفيتي شنو زعما؟ ولا ماشي ضرر هذاك؟ لا. باش نكونوا الله يرضي عليكم، كلمة التحرش الجنسي باش نكونوا واضحين، كلمة التحرش الجنسي على مستوى القانون عندنا راه ما كانش عندنا هذه القضية هذه. التحرش الجنسي هذه مستلهمة من القوانين الأوروبية، والقوانين الأوروبية شنو اللي خلاهم يقولوا أنه كاين تحرش جنسي؟ يعني كاينة شي حاجة سميتها أن ما عندكش الحق توصل لواحد المنطقة معينة. لو أغسيلمون سيكسويل بين قوسين راه كاين من جويه بجوج، راه كاين تحرش جنسي يعني يمارسه الرجل على المرأة، وكاين تحرش جنسي تمارسه المرأة على الرجل. من بين تعريفاته من بين فروعه التحرش الجنسي الذي تمارسه المرأة على الرجل وهو اللباس يعني المستفز، لي فيتمون دو بروفوكاسيون. فهمنا داكشي علاش مثلا في بعض الشركات اللي هي مشهوره وكبيره وكذا ممنوع ان النساء والرجال يجيو لابسين الا بواحد الشكل معين. مثلا في لي غروند زيكول مثلا لي زونيفرسيتي مثلا اللي مكلاسيين فهما ما بين 500 افضل مدارس عليا وجامعات عالميه. الناس كتمشي داخله باليونيفورم شريف لباس موحد، ماشي تقول لي العابه انت داخله لابسه كذا ولا لابسه. لا، انا حره سيري قراي عند فين كيلبسوا حره. بغيتي تقراي هنا وتخرجي من الناس اللي كنعولوا عليهم يفكون الازمات الاقتصاديه العالميه، يكونوا عندنا مستشارين اقتصاديين وسياسيين كيتهافتوا عليهم القنوات العالميه باش يشرحوا لهم شنو طاري في الدنيا. بغيتي تكوني غدا ولا بعد غدا وتكون غدا ولا بعد غدا من الناس اللي كيحكموا في هذه البلاد ولا في هذه البلاد ولا في مجلس الشيوخ ولا المستشارين ولا كذا، غادي تنضبط معنا بالضوابط اللي كتمشي على هذه المساله. غادي تقلب تلقى عندهم اعراف وتقاليد دي تراديسيون دونيفرسيتي، وهذيك التقاليد كيقول لك يجيك بنادم كيف ما بغى يكون نوعه، ولد الرئيس ديال ديك الدوله اللي فيها هذيك الجامعه غينضبط بالضوابط والتقاليد والاعراف ديال ديك الجامعه. فملي كنتكلموا على القضيه ديال انا نلبس اش بغيت وانت تلبس اش بغيتي ولا كذا، كنعاود نرجع ناكد على نفس المساله. المنطلق ما هي المرجعيه؟ فملي تكلمنا على غض البصر يعني كنتكلموا على مرجعيه اسلاميه. المرجعيه الاسلاميه يعني سيدي ربي اللي قال لي غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. حنا باقيين كنهضروا على سوره النور، ولكن راه في نفس الوقت راه هذه المرجعيه الاسلاميه اللي قالت الراجل غض البصر هي نفس المرجعيه اللي قالت للمراه انت خصك تحجبي. وإلا غادي يطيحوا في نفس المرجعية من خلال نفس المرجعية الإسلامية أقوام ذمهم الله عز وجل في القرآن الكريم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. فملي كنتكلم على القضية ديال لا الآخر عليه أن يغض بصره، كنقول لا أنت عليك أنت تستري. راه جات من وراء قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وجات من وراها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طبعا ملي كنجيو نناقشوا حنا واحد الحيثيه معينه راه يستحيل نوصل معاك لشي حل. ملي كنرجعوا للاصل والمرجعيه ديالنا وهو ان الانسان عبد لله عز وجل، فكيولي عندي الحجاب والقصاص وهذه كلها كنفهمها في ظل المنظومه الاسلاميه، وكيولي عندي ذاك التكامل والترابط ما بين الاجزاء.